انت يا صاحبي من الناس اللي بتصحى كل يوم تفتح يوتيوب دلوقتي وتكتب في السيرش بديل جروك المجاني او جروك وقف الفيديوهات ليه، او افضل 3 مواقع بديله لجروك، او افضل بديل جروك على الاطلاق للاندرويد والايفون، او بدال جروك وجيميناي مجانا 100%؟ فانا جاي اقول لك النهارده يا صاحبي انت بيتلعب بيك الكوره. ايوه زي ما سمعت كده، طول ما انت بتجري ورا الفيديوهات دي انت مجرد زبون او مستهلك اسير. موقع بيديك 5 ثواني يقول لك شطبنا، موقع تاني هيطلع لك رساله مستفزه يقول لك فيديو مودريتد ويقفل في وشك على طول. كوبايه الشاي المتينه بتاعتك وطرطق ودانك معايا، لان في حاله النهارده مستخبص احنا هنسيب طابور العيش بتاع المستهلكين وهندخل من الباب الخلفي بتاع الهاكرز. هدخلك معايا كمطور، هكشف لك السر اللي بيتباع بالدولارات في غرف كوره السريه، سر الاي بي اي اربيتراج، اللي هو ازاي هتاخد ارصده ضخمه مجانيه وتصنع بيها فيديوهات ذكاء اصطناعي من غير ما تدفع ولا مليم واحد، وكل ده بشكل قانوني 100% يرضي خوارزميات يوتيوب واللي خلفوها كمان. جاهز يا معلم؟ عايز اسمعها، يلا بينا. بص يا سيدي، علشان نفهم اللعبه صح لازم نعمل هندسه عكسيه لعقليه شركات الذكاء الاصطناعي. الشركات دي بتعمل واجهتين، واجهه للمستخدم العادي بيسموها جي يو اي، وواجهه تانية للمبرمجين بيسموها اي بي اي. عشان ابسطها لك، تخيل ان موقع الذكاء الاصطناعي ده عامل زي المطعم الشيك بالظبط. انت كمستخدم عادي هتدخل من الباب الرئيسي، صح كده؟ تمام. بعد كده هتقعد على ترابيزه متزوقه، تمام. بعد كده هيجي لك جرسون شيك اللي هو بين قوسين واجهه الموقع. بعد كده انت هتطلب منه حته لحمه صغيره بين قوسين 3 ثواني الفيديو، فيقوم ساعتها رازعك فاتوره ب 20 او 30 دولار في الشهر زي اخونا جروك بالظبط. ولو كحيت معاه هيقول لك عفوا باقتك خلصت. لكن الاي بي اي ده بقى عامل زي سوق العبور يا معلم بالظبط، ده الباب الخلفي اللي بيدخل منه الطباخين والموردين. الشركات دي بتدي المطورين حاجه اسمها الديفولبر تيرز او باقات تجريبيه للمطورين، بيدوهم مفاتيح برمجيه بيسموها الاي بي اي كيز، ودي بتكون مليانه بالاف الكريدتس المجانيه علشان يختبروا بيها تطبيقاتهم. احنا بقى يا معلم في استخبص مش هنقعد في المطعم، لا احنا هنروح سوق العبور بنفسه. جاي ولا الدور الجاي زميلي؟ دلوقتي حد من حضراتكم ممكن يسالني ويقول لي يا عم استخبص انا راجل بفتح اليوتيوب بالعافيه، لا بعرف ابرمج ولا اكتب كود اصلا، ازاي هبقى مطور؟ هقول لك يا معلم، هنا بقى يجي دور الكوميديا البيضاء والفهلوه الشرعيه. الشركات دي غبيه جدا في الحته دي قوي، كل اللي طالبينه منك علشان تعتبرك مطور انك تسجل دخول بحساب جيت هاب. ايوه موقع جيت هاب بتاع المبرمجين. اول خطوه هتروح تفتح حساب مجاني هناك في دقيقتين بالظبط. تاني خطوه هتحط صوره بروفايل شيك قوي. تالت حاجه هتكتب في البايو بتاعك انك مطور بيعمل ابحاث للذكاء الاصطناعي، خلي بالك من النقطه دي. وبكده يا معلم يكون مبروك عليك، لانك بقيت في نظر شركات زي سامبا نوفا ومسترال وران واي باشمهندس قد الدنيا. رابع خطوه هتدخل على صفحه الديفولبر او المطور في اي موقع من المواقع اللي قلتها لك دي، وتطلب حاجه اسمها جنريت اي بي اي كي. هيطلع لك سطر طويل عريض كده مليان حروف وارقام متلخبطه. السطر ده يا صديقي هو البهاريس كلها، هو كنز علي بابا حرفيا. ليه؟ لان ده المفتاح اللي جواه الاف الدولارات من الرصيد المجاني اللي الشركات سايباه للمطورين كطعم علشان يبنوا بيه برامجهم. ودي يا معلم اول تركايه. يلا بينا على الزتونه الثانيه. حلو جدا، اخدنا المفتاح، تمام. هنعمل بيه ايه واحنا ما عندناش برامج اصلا؟ هنا بقى يا معلم يجي دور الكنز الثاني اللي محدش في المحتوى العربي بيتكلم عنه باستفاضه، وهو منصه هاجنج فيس او ادوات الاوتوميشن زي N8N. المنصات دي بتوفر لك بيئه جاهزه بيسموها السبيسز، وهي مبرمجه وجاهزه ببلاش. كل اللي عليك انك هتدخل هناك وتدور على مساحه اسمها اوبن ويب يو اي او اي واجهه لتوليد الفيديوهات. اول ما تفتحها هتلاقيها بتسالك معاك المفتاح يا معلم، هتقوم رامي الاي بي اي كي بتاعك في الخانه المخصصه هناك. بوم، في لحظه الواجهه دي اتحولت لموقع ذكاء اصطناعي خاص بيك انت لوحدك. مفيش حد هيقول لك فيديو مودريتد لانك انت داخل كمطور مش مستخدم نهائي، ولا حد هيحط لك علامه مائيه تبوظ لك شكل الفيديو بتاعك، ولا سيرفر هيقع لان ليك اولويه اعلى بكتير جدا من المستخدم الغلبان اللي بيعمل ريفريش لصفحه كل دقيقتين. خليك معايا الفقره الجايه، ما تروحش في اي حته ثانيه، اللي جاي يستحق المشاهده.
تعالى يا معلم نعمل حسبة بسيطة جدا بالورقة والقلم علشان نعرف ليه الفيديوهات اللي بتقولك افضل بديل لجروك بتبيع لك الهوا. لو انت اشتركت مثلا في شات جي بي تي او رانوي العادي هتدفع حوالي 20 ل 30 دولار شهريا، وبكده هتاخد عدد محدود جدا من الفيديوهات. اول ما تخلصهم هترجع تشحت تاني. لكن بنظام الاي بي اي اربيتراج انت بتاخد رصيد تجريبي بيسموه فري جرانت، ممكن يوصل ل 50 دولار او اكتر من كده كمان لكل حساب مطور. طب لو خلصوا هتعمل ايه؟ هتعمل حساب جديد لجيت هاب، بعد كده هتجيب مفتاح جديد، وبكده يا معلم انت بتمتلك الماكينه اللي بتطبع الفيديوهات دي، مش بتشتري المنتج خالص. وده اللي بيخلي صناع المحتوى الاجانب الاذكياء واصحاب قنوات الفيسلس اللي هي القنوات اللي بتطلع من غير وش ينجزوا مئات الفيديوهات يوميا من غير ما يدفعوا سنت واحد في اي اشتراكات خالص. يا صديقي الذكاء الاصطناعي في 2026 ما بقاش مجرد مواقع بنسجل فيها وبس، لا، الذكاء الاصطناعي بنية تحتية كاملة. اللي بيفهم ازاي يوصل للبنية التحتية دي مباشرة عن طريق الاي بي اي هو اللي بيكسب ترافيك وبيوفر فلوس وكمان بيعمل محتوى بلا حدود. اما اللي بيفضل قاعد قدام الشاشة مستني جروك يفتح له الحنفية ام 6 ثواني هيفضل طول عمره مستهلك ومستهلك. جربوا الثغره دي، ادخلوا من ابواب المطورين، استخدموا الاي بي اي كيز في المنصات دي، وصدقني هتحس انك انت كنت راكب عجله وفعلا دلوقتي بتمتلك مفاتيح الطياره. لو الحلقه دي نورت لمبه في دماغك ولقيت فيها هندسه عكسيه فادتك بجد، اخبط اللايك المتين واشترك في استخبص علشان اللي جاي كله من ورا الكواليس. سلام يا مطورين.